السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم البيتزا الإيطالي بتاعت المحلات بالظبط. هنبتدي نعمل الصلصة بتاعتنا. هنحط طماطم وبصل وتوم ونحطهم على النار مع شوية مية صغيرين جدا، ونحطهم على النار، وأول ما تتصلص تبتدي تستوي نضربهم في الخلاط، ونحط عليها ملح وفلفل أسود وزعتر. طب ما عندكيش بصل ولا توم، حطي توم باودر وبصل باودر وزعتر وفلفل طبعا أسود وملح. هنحطهم على النار تنشف، اهم حاجه من ميتها. دلوقتي معايا فراخ صدور وعندي سجق قبل كده. ده الحشو اللي هنعمله للبيتزا. دلوقتي احنا هنحط التوابل على الفراخ. حطيت بابريكا، ملح، زي ما انتوا شايفين يعني كله يعتبر نص معلقه، زعتر، توم باودر وبصل باودر وكاري. وهنحط معلقه العسل وعصره ليمونه ومعلقتين زيت، وهنسيبهم في التتبيله شويه وبعد كده نحطهم على الطاسه. مش هنقلبها، هنحطها على وشها تنزل ميتها، عشان لو قلبناها هتنزل ميتها وهتنشف، هتبقى ناشفه الفراخ. وهنقلبها على الوش التاني وهتستوي، ونهدي عليها النار، هتستوي في 10 دقايق. ودلوقتي احنا جهزنا طبعا الفلفل قطعناه، الفلفل الرومي والطماطم اللي هنحطهم على وش البيتزا. نبتدي بقى نشتغل في عجينة البيتزا الإيطالي. العجينة إن شاء الله الناجحة. أنا معايا كيلو دقيق، عبارة عن 6 كوبايات دقيق، ومعايا معلقتين كبار من لبن النيدو، ده محسن جدا، حلو جدا للعجين، بيساعد على العجين. رشة ملح ورشة سكر، بس هنحطها في كوباية بتاعة الخميرة اللي نختبر بيها الخميرة. جودي كانت معايا بقى وكانت نفسها تعمل معايا البيتزا، فانا بقى كنت بقول لكم المية الدافية هي اللي هنحط فيها الخميرة، نختبر الخميرة. جودي حطت الخميرة في الدقيق، بس مفيش مشكلة، سبتها برضك يعني. لو شغالة الخميرة يبقى كويس، مش شغالة انا حطيت كده كده. انا ده كيلو دقيق محتاج معلقتين كبار من الخميرة الفورية. حطيت التانية في الكوباية وبالسكر وسبتها اختبرها، وهتطلع كويسة وهتفورها هوريها لكم دلوقتي. طبعا الخميرة الفورية هي اساس كل حاجة، لو باظت كل ده هيبوظ. هقلب بقى الخليط الجاف. دلوقتي انا معايا 6 كوبايات زيت، احط 6 كوبايات دي احط عليهم 6 كوبايات زيت، معالق، سوري اسف، 6 معالق، يعني كل كوباية دي معلقة زيت. وهقلبها كويس قوي، اخلي الزيت يتشرب من الدقيق. وجودي بتساعدني، حابة قوي تعمل معايا البيتزا. تمام، هنبتدي بقى نحط السوائل. حطينا كوباية الرايب، ده اهم حاجة، كوباية الرايب او زبادي، بس الرايب افضل. وكوباية المية، الرايب ده سر نجاح العجين 100%، زيها زي بتاعة المطاعم. هنقلبها تقليب كويس، وادي الخميرة انا بوريها لكم اهي. فري ناجحة وفارت. هقلبها بقى وهفضل اعجن، طبعا هفصل الفيديو وهفضل اعجن فيها لمدة 10 دقايق لغاية ما العجينة تبقى بالمنظر ده. لو مسكت في ايدك حطي رشة دقيق عشان تفك من ايدك. طبعا انا العجينة احتاجت معايا طبعا وانا بعجنها حكاية نص كوباية رايب كمان، يعني خدت كوباية ونص رايب وكوباية مية ونص كوباية اللي هي المية بتاعت الخميرة. دي كلها السوائل. طب انا هعمل كمية اقل من دي، هقولك لو هتعملي 4 كوبايات دقيق حطي كوبايتين سوائل، ولو حسب الدقيق ونوعه محتاج آه منك مية او لبن او رايب تاني، تحطي رايب او مية، مش هيحصل مشكلة. دلوقتي بقى انا حطيت الخميرة دهنتها بالزيت وسبتها نص ساعة. خمرت وبقت فرت وبقت جميلة اهي. ودلوقتي انا بكورها على حسب مقاس الصواني اللي عندي. تمام، طبعا الخميرة بنسيبها تخمر في الصيف نص ساعة، في الشتاء ساعة. انا كده قسمتهم على الصواني اللي عندي. افرش بقى الرخامة دي وافردها. طب افرد وانا بفردها كده ما مرضتش تفرد معايا، يبقى مرتاحتش، يبقى سيبها ترتاح وارجع تاني ايه افردها. وهي فردت معايا على طول اهي، الحمد لله. هاخدها بقى في الصينية واحطها، ومن عند بقى بصوابعي كده ادور الصينية عشان اعمل الحرف بتاع البيتزا اللي انتي
بتكليف بيتزا هات، ماجستي، زي ما انتوا شايفين كده. والعجينة بردك بهبطها شوية بصوابعي بقى في النص كده وبالشوكة، عشان ما تبقاش عالية قوي ورخمة، انا بحبهاش عالية جدا. ودلوقتي بخرمها بالشوكة. هنحط بقى ايه كده جاهزة، نحط بقى ايه الصلصة بتاعتنا زي ما قلت لكم، تكون نشفت على النار، ما يكونش فيها سوائل، عشان ما تطريش وش البيتزا، ما تعجنهوش يعني، لكن البيتزا هتطلع طرية وجميلة وتحفة. هنحط بقى الحشو بتاعنا في تكاية هنا. يبقى احنا التكاية الأولى عندنا اللبن الرايب، التكة التانية اللي هي الصلصة، التكة التالتة اللي هبقولها لكم دلوقتي ان احنا هنحط الحشو من غير الجبن وندخلها الفرن. ايوه، من غير ما نحطها في الفرن الجبنة في الأول. احط السجق واحط الفراخ واحط الزيتون واحط الخضروات الطماطم والفلفل، وادخلها الفرن لمدة 5 ل8 دقايق. العجينة هتمسك نفسها يا دوبك، اول ما تمسك نفسها كده وتتشمع اطلعها، احط الجبنة الموتزاريلا وادخلها الفرن. الجبنة الموتزاريلا تسيح وتاخد الوش نطلعها، مش هتكمل في الفرن 4 5 دقايق، سواها سريع جدا. تمام. دلوقتي انا زي ما قلت لكم اهو بحط الخضار وهدخلها الفرن. تمام. طيب الموتزاريلا عندي ما بتمطش، انا ذات نفسي كنت بعمل الغلطه دي برضك، ان انا بمسك الموتزاريلا مجمده اكسرها واحطها في في البيتزا. بصوا شايفين اهي دي اتشمعت اهي، هنا اتشمعت وبراها لكم. بحط الجبن بقى، حطيت رومي وموتزاريلا. بقول لكم بقى بالنسبه للموتزاريلا لازم ايه تكون فكه. بصوا ازاي وريتها لكم فكه ازاي. طبعا انا ما حطيتش موتزاريلا كتير لان انا كان عندي كذا صينيه والموتزاريلا ما كانتش هتكفي، بس طبعا المفروض تحطش جبنه موتزاريلا اكتر من ده عشان تسيح كده وتغرق البيتزايه وتشد معاكي. البطاط اللي احنا بنحبه دخلت الفرن وطلعت منظرها مش عايز كلام، بس والله التصوير ظالمها. هي نسخة منسخة من البيتزا اللي بجيبها من بره، بل طعمها تحفة. مفيش يعني انا اسفة حموضة، مفيش حاجات ضمناها. يعني انا ذات نفسي اول مرة اجرب سر الرايب ده، طلعت معايا خرافة. بصوا طريقة ازاي، انا هوريها لكم من كل، هي كانت سخنة عليا والله بس حبيت اوريها لكم. بصوا تتقطع بكل سهولة طريقة. بصوا بقى الجبنة، الحتة اللي فيها الجبنة، بصوا المطة، بصوا بقى العجينة للحرف هش ازاي، منظرها تحفة. هعمل لكم بقى بيتزا صف كراست بردك على السريع كده، اوريكم بردك منظر ليها بردك شكل تاني عشان اطفالنا بردك. دي بجيب البردك البيتزا افردها زي البردك الخطوة اللي قبل كده، ونكور كور صغيرة، والكور دي تحشيها على زي ما انت عايزة. انا حشيتها واحدة جبنة موتزاريلا واحدة رومي. دخلت الفرن، خدت التشميعة بعد ما حطيت طبعا الصلصة والخضار والحشو. بعد كده ابتديت احط الجبن والموتزاريلا وادخلها الفرن. طبعا الكور اللي هي عامله زي خليه النحل دي ممكن نحشيها لانشون بسطرمه اي حاجه انت حباها، وافضل انت تحشيها حشو بردك تطلع طعمها جميل جدا. منظرها اهو. انا حطيت فيها طبعا جبن قليله، فكانت العيش زي اكنك بتاكليه ما فيهوش يعني كان هيبقى اطعم واحلى. انا اللي بقول لكم اهو، لو كنت حشيته بردك فراخ وسجق او بسطرمه او لانشون كانت هتبقى خرافه. بردك انا بوري لكم كل حاجه زي ما حصلت بالظبط والله. كده بقى ده شكل النهائي للبيتزتين، او انا عملت 4 صواني او 5، فانا مش فاكره. فعايزه اقول لكم تحفه. بصوا بقى منظرها من جوه زي هش ازاي، شايفين الجبنه؟ طبعا لو اكتر هتبقى تحفه الجبنه. ويا ريت تحشوها بردك حشو زي ما قلت لكم، سوسيز لانشون او من الحشو اللي انت عاملاه سجق وفراخ، تحفه. بصوا عاملين ازاي، عامله ازاي. فيا رب اكون نلت اعجابكم و... وتجربوها. وانا بنقل لكم المصداقيه وثقوا فيا. البيتزا احسن من بره والله العظيم، مش كلام، زيها زي بره بالظبط، بس امشي على الخطوات زي ما انا قلت لكم كده بالظبط. معلش انا بتكلم بسرعه لان انا مسرعه لكم الفيديو عشان ما يطولش عليكم قوي،
بس حابة اقول لكم تفاصيل كتيرة عشان تطلع ناجحة معاكم. ومتنسوش بقى بالله عليكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واسيبكم في رعاية الله وامنه.